عاجل. سوف يتم إلغاء رمضان في المغرب في العام المقبل. أصدرت الجهات المعنية عن إلغاء شهر رمضان الكريم في المغرب بسبب غلاء الأسعار والحريات الفردية، ومنع صلاة التراويح في عدة مدن مغربية منها المدن الكبرى كمثل طنجة والدار البيضاء وفاس وأكادير. وسوف تصدر الحكومة هذا البلاغ في البرلمان ليتم التصديق عليه. وكما أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عن دعمه لهذا المشروع. ولكن كاين إشكاليات في بعض القطاعات، المال اللي ما كاينش، الشتاء ما كايناش، الله يرحمنا والله يرحمنا الله يرحمنا. عمل لهم واحد الفاست تراك ديال المستثمرين لأنه أولوية بغاها سيدنا ويستحقوا. تخدم معايا الفصل 77 من الدستور السيد. ولدعم غلاء الأسعار في رمضان الذي يقع على عاتق المغاربة، وأعلن عزيز أخنوش في نفس الوقت عن أسفه لإلغاء شهر رمضان الكريم، لكن لن يتم إلغاء صلاة عيد الفطر لكي يجد المغاربة متنفس لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأقارب. أغلبية متماسكة وقوية ومفاهمة بعضياتهم وكيشتغلوا. فرحان بكل صراحة، فرحان بالعمل ديال الأغلبية، فرحان بالرؤساء ديال الأغلبية، وفرحان كذلك بالفريق الحكومي. وهذا أيضا سوف يعزز الحريات الفردية لدى المغاربة، حيث يمكن لأي شخص كما كان أن يفطر علنا في شهر رمضان وبحماية القانون. وكما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته لهذا القرار الذي سوف يتخذه المغرب في السنة القادمة. Ont en effet pu rendre moins perceptible ce sens. D'abord, parce que parfois, par ma détermination ou mon parler vrai, j'ai pu déranger ou choquer certains, et j'entends les critiques. وقال أيضا أن هذا القرار سوف يعزز المغرب للولوج قدما نحو التقدم والازدهار والانفتاح على الدول المتقدمة مثل كندا وأمريكا وفرنسا والكثير من الدول الأخرى. ومن المتوقع أنه سوف تتبع الكثير من الدول الأخرى القرار الذي اتخذه المغرب بحلول عام 2030، ومنهم السعودية العربية وقطر والإمارات.